السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلموا على الموديل اللي في الخلفية، تنجيده إزاي. طبعا تنجيده هيبقى على نفس شكل الخشب. طبعا الخشب كله دورانات مدرجة، ضيق على أوسع على أوسع. هو الدوران بتاعه مقفول، فلازما التنجيد يبقى ماشي زيه بالظبط. طبعا هو في الصورة مش باين، أو في الموديل ده مش باين أي تشطيب فيه، كمثلا هنقوله اللي هو فتيل أو كردون او زي ما بيتسمى. دوت بيبقى معمول على كونتر. اللي ما يعرفش الكونتر اللي هو زي الابلكاش، كذا طبقة فوق بعض تبقى مضغوطة. طبعا بيتاخد فرمة الدورانات دي كلها اللي هي بكذا طبقة دولت، وبيتعمل الفرم ديت الدورانات على حسب كم دوران، وبعد كده بيتجاب السفنج بتاعنا وبيتحط القماش عليه. طبعا بنجيبه الدوران، القماش بيتجاب يتحط، مش قطعة واحدة وبتتلف، لا طبعا لازم يتحط الدوران وبعد كده يتحط القماش عليه ويمشي دوران برضو زيه زي الخشب. برضو ما ينفعش يبقى قطعة قماشة حتة واحدة وبعد كده نوصلها ونشتغل، لا لازم تكون قطعة واحدة ما فيهاش أي وصلات ولا خياطة ولا الكلام دوت. وبعد كده بعد ما تتقص بتتدبس في الأبلكاش من تحت، وما يبقاش فيه تخانات قماش أو دبابيس. بعد كده بيتحط على الدوران بتاعه. في ممكن يعمل غيرها بس، وفي بيعمل غيرها ومسامير من تحت، وفي بيعمل مسامير بس رباط من تحت، بحيث لو حب يفكها او كده. فكل الطبقات دي بتتعمل نفس الطريقة. سلام.